أحب الدكتورة نيفين مكي، أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري والتنمية البشرية. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي أستاذة مشيرة. أهلا بيكي. كنت حابة أعرف إيه أهمية الهدف لدى الإنسان؟ تمام. هو لا، الهدف أنا بني آدم بلا هدف يبقى حياة ملهاش قيمة أساسا. يعني طول ما أنا لي هدف في الحياة أكيد حياتي مش هتبقى روتينية، حياتي مش هتبقى اللي هو أو هتقف على ليفل معين. لا، حياتي كل يوم في تطوير، كل يوم في تجديد. أنا مستمتعة بحالة السعي لغاية ما أوصل لتحقيق الهدف دوت. هبقى سعيدة جدا، هيزداد استمتاعي ده استمتاع، وبالتالي أنا كده أبقى فخور بنفسي إن أنا عملت حاجة، وابتدي أفكر في حلم تاني وهدف تاني. طول ما احنا عايشين في الحياة لازم يكون في أمل، والأمل ده بيتجدد. وأهم حاجة يكون جوايا طاقة وعزيمة ويعني إصرار إن أنا لازم أفضل ورا حلمي لغاية ما يتحقق. يعني أنا دلوقتي عندي هدف عايزة أحققه، إيه اللي هيوصلني للهدف ده غير إني أتغير أو أبدأ من بدايتي أنا، إن أنا أبتدي أشتغل على نفسي عشان التغيير؟ فما هو التغيير في منظومة الصحة النفسية أو الصحة البدنية لدى الإنسان؟ تمام. الإدراك. طول ما أنا عايش بشغل النعمة اللي ربنا مديهالي، أكيد أنا هيكون عندي إدراك بأخطائي وإدراك بنقاط الضعف والقوة عندي. وإدراك إن أنا عندي نقطة ضعف، دي حاجة مهمة جدا. ليه؟ علشان هبتدي أشتغل عليها. ولما ابتدي أشتغل على نقاط الضعف وأقويها وأعزز نقاط القوة وأطور منها، هيبتدي التغيير. إن أنا أدرك إن حياتي لازم تتغير. في أمثال كتير ناس يعني كانت نقطة البداية هي التغيير. إن هم أدركوا إن في حاجة غلط، أدركوا إن في حاجة ناقصاهم، عرفوا وتأكدوا إن لا، أنا في الحاجة دي لو أنا اشتغلت عليها هبقى أفضل، حياتي هتبقى أحسن. وبالتالي بص لحتة التغيير وصمم عليها واستمر. ما هو أهم حاجة عشان أتغير لازم أركز على مجموعة حاجات. إيه الحاجات دي؟ إن أنا أول حاجة الاستمرارية والعزيمة. النية، وبعدين العزيمة، وبعدين الاستمرارية. حتى لو كان حاجة صغيرة أنا مستمر عليها ومداوم عليها، صدقيني بعد فترة هلاقي نفسي في حتة تانية خالص. هل ممكن للإنسان يتغير في سن معين، ولا لا أنا وقت ما احس ان انا فعلا حابب اتغير هبتدي ان انا افكر ازاي هغير من ذاتي وازاي اغير من نفسي واطور من نفسي لاوصل اللي انا عايزه؟ هل السن معين، ولا وقت التغيير بيبدا من جوايا انا في اي سن وفي اي وقت؟ تمام. النقطه دي مهمه جدا جدا. ليه؟ علشان في ناس بتوصل لمرحله معينه او سن معين يقولوا لا، هو بعد ما شاب ودوك كتاب. دايما الكلمه دي بنسمعها من معظم الناس اللي حاسه ان هي لا خلاص طاقتها مستنفذه في نقاط معينه، فما يقدرش يطوروا من ذاتهم. بالظبط. غلط كبير جدا بنعمله في حق نفسنا لما بنقول الكلمه دي. لا، هو انا ايه ده بعد السن ده كله؟ غلط كبير جدا. انا طول ما انا عايش وبتعلم، مهما اوصل لدرجه كبيره من الفكر والوعي والعلم، انا محتاج برضو اضيف. محتاج العصر بيتغير، فلازم اواكب العصر. لازم اعرف كل حاجه، وكل حاجه من حواليا بتتغير. يعني السنه الكونيه بتاعت الكون او الحقيقه الثابته بتاعت الكون هي التغيير. مفيش حاجه في الدنيا اسمها المفروض، مفيش حاجه في الدنيا اسمها دي حاجه ثابته، مفيش الكلام ده. كل حاجه في الكون بيتغير. فمن باب اولى انا اهم حاجه في الكون اصلا. الانسان او البني ادم ربنا كرمه وميزه عن باقي المخلوقات، وسخر الكون ده له. فالكون من حواليه بيتغير، فمن باب اولى انا اتغير، اشوف ايه اللي ناقصني واعمله، اشوف انا محتاج اقوي نفسي في ايه واتحدى نفسي واطور نفسي فيه. ده هيوصلني لليفل كبير جدا. طب هل الانسان ثابت في مكانه
وحاسس ان هو خلاص ادى مهمته وادى رسالته، هل ممكن انسان تاني بيحب التغيير ويحب ان هو يطور من نفسه ويطور من ذاته يأثر على الانسان الثابت ده اللي هو خلاص لا انا كده مهمتي انتهت، ولا يقدر يغير فعلا الشخص ده يشوفه زي ما بنقول كده الغيرة في النجاح، ان انا اغير من شخص ناجح فابتدي ان انا لا انا لسه عندي طاقه، هو مش احسن مني عشان يعمل ده وانا ما اعملوش، لان عندي طاقه ان انا اقدر اعمل زيه واتغير وابقى افضل منه. فهل فعلا الانسان من جواه بيبقى حاسس بالافضليه، ولا لا خلاص انا خلاص كده اكتفيت باللي انا وصلت له وما اقدرش ان انا اكمل، وده عنده قدرات اكتر مني ممكن يحققها؟ هل ده نابع من جوه الانسان نفسه او من البيئه المحاطه بيه؟ الفكر، يعني انا وعي وفكري لو انا بتعلم صح وباخد المعلومه زي ما هي مش معلومه مغلوطه وبطور من نفسي وبأثقل نفسي في القرايه. ما هو اول امر احنا اتأمرنا بيه ايه هو قبل الصلاه والصيام والمناسك بتاعتنا كلها؟ هو القرايه، القراءه. اقرأ باسم ربك الأعلى. القراءه لها مفعول السحر، يعني بتعمل يعني زي ريفرش كده للجسم، بتزود الخلايا العصبيه في الدماغ، بتزود الذكاء، بيزود حاله التركيز، بتقلل من اللي هو الزهايمر، مرض الزهايمر ده بتبقى انت قليله جدا عرضه، ما بتتعرضيش للمرض ده اصلا يعني. واقرا ليه؟ علشان ان انا اطور من نفسي، ان انا يعني العلم نور. يعني ايه العلم نور؟ يعني طريق الظلام اللي انا فيه بينور، بوصل لحياه طيبه، بزكي نفسي. تزكيه النفس مهمه جدا. ازاي بتتم التزكيه دي؟ بالتطوير. دايما بطور نفسي، انا ما اقفش عند ليفل معين، ما فيش الكلام ده، ما فيش حد بيقف. يعني المفروض البني ادم هو اكتر انسان مكرم في الحياة أو في الدنيا دي، وده ذكر في كل الديانات بأن الإنسان مكرم، وأن الإنسان ده أغلى حاجة في الكون، وأن ربنا ميزه عن سائر المخلوقات. فبالتالي أنا لازم أحافظ على التكريم ده، ولازم أحافظ على النعمة، نعمة العقل اللي أنا تميزت بيها عن سائر المخلوقات. إزاي أحافظ على النعمة دي؟ بالتغيير، بالتطوير، بالقرايه، بالعلم، بالتزكيه، بالتدبر في القران، بالتدبر في ايا كانت الديانه بتاعتي. لازم اتدبر ولازم اوصل روحي بروح ربنا، فده بيعمل جوايا حاله فظيعه من الاقبال على الحياه، من الاقبال ان انا بتحدى، بواجه تحديات الحياه بقوه نفسيه صلبه، بيبقى عندي قوه نفسيه تقدري ان انت بيها تواجهي تحديات الحياه. برجع برضه اقول ان الهدف هو اساس التغيير. انا لو عندي هدف في الحياه وحاطه هدف امامي ان انا اوصل للنقطه دي، فانا هتغير عشان اوصل للهدف ده. فانا بشكر حضرتك جدا، وبطلب من حضرتك نصيحه للشباب، لان الشباب دايما بيسمعنا، ودايما الشباب بيبقى حابب انه يسمع نصيحه من اهل العلم. فنصيحه للشباب بخصوص التغيير والهدف، حضرتك تقدمي نصيحه للشباب تقول لهم ايه؟ تمام. هو مش نصيحه قد ما هو رجاء اننا ندور في نفسنا، نشغل عقلنا، ندرك يعني حقيقه التغيير، اهميته في حياتنا. نعرف معلومه مهمه جدا، ان بالتغيير ده هنوصل يعني الحياه افضل. في ناس كتير بتخاف من نقطة التغيير دي. ليه؟ عشان الإنسان بطبيعته بيحب دايرة الأمان اللي هو عايش فيها، فما بيحبش يخرج من الدايرة دي، ويقعدوا يقولوا إيه، لا اللي نعرفه أحسن من ما نعرفوش. لا بالعكس، بالعكس، ده التغيير ده بيجلب الرزق، بتتعرف على ناس جديده، بتتعرف على اشياء جديده، بتقدر ان انت تحقق اهدافك حتى بطريقه ايسر من الليفل اللي انت كنت عليه. اللي هو انت حدد هدفك وطور من ذاتك وغير من نفسك عشان توصل للي انت عايزه. تمام. في النهايه بشكر حضرتك دكتوره نيفين، اخصائيه الصحه النفسيه والارشاد الاسري والتنميه الذاتيه. بشكر حضرتك جدا.
بشكرك استاذه مشيره تبقى ان شاء الله المره الجايه اكتر. بشكرك، وانا سعيده جدا ان انا في البرنامج اللطيف الخفيف على قلوب المشاهدين بجد، وان شاء الله باذن الله موفقه وحلقه موفقه باذن الله. بشكر مشاهدينا جدا، ونلقاكم ان شاء الله على خير الحلقه القادمه باذن الله.